السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وبعافية. رجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. خوش قالديز نجا سيس الساحاتيز ان شاء الله شو خيسس نورنا يوخنيت سيز نيت مسس باشلو فيديو مسيدن بقن ونرجع الفيديو اليوم وياكم. أحب أشكركم كلش هواية وأعتذر من عندكم على الفترة اللي طولت بيها لكم وما نزلت لكم الفيديو وما جاوبت أكثر، يعني هواية تعليقات ما قدرت أجاوب عليها إن كان هنا وإن كان بالإنستغرام وغبت عنكم. طبعا الغياب تعرفون سبب وفاة ابن بنت عمتي، سبب هذا الوفاة كان الغياب اللي غبت عنكم هذه الأيام. بصراحة والله العظيم كنت بيوم اللي توفى بيه ابن بنت عمتي أنزل لكم ناية، كنت هذا الفيديو قاعدة وأرد منتجه، إجا الخبر تقريبا ساعة 7 هيك شي. أنا دائما هيك وقت أمنتج الفيديو أنزله قبل لكم، فتقريبا كان ساعة 7 العصر، ما أعرف يا يوم بصراحة وما أعرف التاريخ بالضبط. إجا وفاة ابن بنت عمتي، يعني أمه تصير بنت عمتي فهو ابن بنت عمتي يصير. شلون توفى وسبب وفاته وش قد عمره وعلى يا طريق هسه احكي لكم اياه. خل اختصر لكم اياها. طبعا ابن عمتي هو اللي امه تصير بنت عمتي، هو ابنها. ابن بنت عمتي الكبيرة كان رايح لبغداد، ما نعرف عنده كروة ويا صديقة اي شي، هذا الشي ما نعرفه. كان رايح لبغداد، جاي لبغداد يعني جاي زاير الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وراجع بالطريق سوى حادث، مات هو وصديقه اللي كانوا وياه، هم شخصين يعني كانوا بالسيارة، اثنيناتهم ماتوا. والسبب مو هو السبب، يعني السبب السيارة اللي وراهم، يعني مو هو السبب بي انه دعم السيارة او اندعم السيارة اللي وراهم، كان السبب بي. بس بصراحة التفاصيل كلها ما اعرفه بالتفاصيل الشي اللي صار، بس مختصر هيك اعرف. تعرفون انا حتى ما قدرت اروح للفاتحة بسبب ظروفي، بس خابرت بنت عمتي يعني ام المتوفي الله يرحمه، خابرتها واخذت من خاطرها وعزيتها. واصلا كانوا بالفاتحة خواتي فاتحات لي كاميرا، يعني قاعدة وياهم باعتبار بالفاتحة. خطية الله يرحمه يا رب، ويصبر أمه وخالاته وأخوته وأبوه، يصبر أهله كله يا رب. خطية والله، هو شاب بعمر الوريد، شاب مثل الوريد، شاب عاقل حباب صايم مصلي، يعني شحكي عليه قليلة. طبعا هم من كانوا صغار واحنا كنا صغار، هو مو كلش فرق عني، يمكن تقريبا 3 سنوات 4 اصغر من عندي، يمكن هو مواليد 2001 ما ادري 2002 بصراحة ما متأكدة. فكنا نلعب كلش هواية انا وياهم سوا، واخوي الصغير وخواتي الصغار، يعني كلنا كنا نلعب سوا انا وياهم من كانوا يجون ببيتهم، يعني بيت عمتي اللي تصير هي. فمن اتذكر هذاك الايام كلش انقهر وخطيه، هو همين شباب صغير الله يرحمه يا رب ويصبر اهله. طبعا نرجع لفيديونا. هذا الفيديو يتضمن يوم ونص تقريبا. طبعا بديت انظف البيت واجهزه واحضره، كانوا راح يجوني بيت خالتي. قلت لكم هذا الفيديو قبل وفاة ابن عمتي الله يرحمه بهواية، يعني قبل وفاة ابن عمتي. كنت قاعدة أنظف البيت وأجهزه، هم باكر كان عندي معاملة، وبعدها بكم يوم كانوا يجوني بيت خالتي. تتذكرون اللي كان ابنها مريض وسوى عملية، والحمد لله وشكر العملية ناجحة وما بي أي شيء، ألف الحمد لله وشكر. كانوا دا يجوني يشيكون عمليته ويروحون وهاي بعد، يعني ما عنده أي شيء الحمد لله. اللي ما يعرف كان ابن خالتي العفو مريض، وكان عنده ورم فوق العظم بالرجل الأيسر ما أدري الأيمن بصراحة ما أتذكر. سووا له عملية بمستشفى الكفيل بكربلاء، شالوا الورم والحمد لله نجحت العملية وكل شيء ما بي، والورم سليم ألف الحمد لله. فجو هنا دا يشيكونه يم دكتور عادل بديوي. طبعا الفيديوهات كان هواية عندي بذاك القناة راحن، واللي ما يعرفون عندي كان قناة قبل يوميات ضرغم، هم نفس الاسم ونفس الصورة، بس كان بي 34 مشترك يمكن. فراح القناة وفتحنا قناة جديدة ورجعنا نجمع متابعينا القدماء. كنت بيومها قاعدة أنظف البيت وأسوي عشاء. طبعا العصر بديت هيك الساعة 5 بدي أنظف البيت، ما أكذب عليكم متأخر بديت، وكنت أريد أسوي عشاء همبرجر جاهز، وبالليل ألف دولمة الباكر لأن عندي معاملة. تعرفون بعد الواحد من يروح للمعاملة ويجي نقضان ما بيحيل أصلا، من الصبح يروح ودوخة وتعب وما أدري شنو. فقلت خلي من الليل ألف لي دولمة ورق عنب الباكر يكون جاهز عندي. هنا مثل ما تشوفون مستمرة بتغسيل الملابس، الشراشف بدلتهن، غسلت المفارش بدلته. هنا آخر شي يمكن وصلت أغسل الملابس السود. طبعا أنا الملابس السود أغسلن بالشامبو مالتني، يعني بسائل غسيل مال ملابس أسود. هنا خلصت هاي الوجبة، وعندي مواعين همينة باقية مال ماكلين متأخرين مال عصرونية.
قلت لكم كملوا الفيديو للنهاية، كلش راح يعجبكم وراح تحبونه لان بيه تفاصيل حلوة كلش. انا شفتوا مثل ما تشوفون غسلت المواعين كملت والغسالة قاعد تغسل، واروح اشر هاي الملابس، وهمين غاسلة ملابس اجمعهن. هو ما احكي لكم يوم الملابس العالمي كان. ان شاء الله احاول انزل لكم هاي الايام الفيديوهات اللي مصورتهن، اللي بقن يعني ما قدرت انزلهم هالايام. ان شاء الله ابدي انزل لكم اياها. هنا رتبت غرفة الفطار ونظفتها ورتبتها، وغرفتي همينة، ومسحت القاع ونزلت المفارش وكل شي، يعني رجعته لمكانه. هسه راح ابدي افرش الشرشف، بس اخر شي بقالي افرش الشرشف، وراويكم الشكل النهائي للبيت. وها هي هسه هنا مثل ما تشوفون بديت ارتب الغرفة وافرش الشرشف واشغل الضوايات واروح ابدي اجهز العشاء. شوفوا الشكل النهائي للغرفة صار يجنن، وعطرت الغرفة كلها. ما احكي لكم ريحة العطر والمعطرات والنظافة تفوح. شوفوا هنا عطرت البيت كلها. طبعا بيت خالتي جوي ما بقوا هواي الصراحة، 3 أيام 4 بقوا، ورحنا للدكتور شيكنا ورجعنا، وها هي يعني ما بقوا كم يوم وراحوا. فهذا الفيديو أنا نظفت البيت ورتبته، وانتظر استقبلهم إن شاء الله الفيديو الجاي انزله لكم، والفيديوهات المصورتها بعد إن شاء الله انزله لكم. شوفوا صارت غرفتي راحة نفسيها، وهاي الغرفة همينة بس نعطره ونطلع. بعد قلوب الممر عاطل ترى، بعد ما انا جايبي له قلوب. هسه الايام الجايه راح نجيب له قلوب. شوفوا هنا رتبت، طبعا فاتحه هاي الجامه حتى يطلع البوخه من البيت، لانه تعرفون حار وبوخه ومبردات مشتغله، فافتح جامات يطلع البوخه. شوفوا هنا كل شي نظيف، وبديت اقلب بتيته للعشاء، ويمكن الغساله خلصت الملابس. شوفوا هنا من بعد ما نتعشى ونكمل العشاء راح ألف دولمة، فانتظروا وياي شلون أسوي دولمة بيضة، دولمة تركمانية تجنن على طريقتي. بعد كل منو طريقته، أنا هاي طريقتي بالدولمة هسه راح تشوفونها إن شاء الله. طبعا في ذاك القناة كنت هواية مسوية فيديوهات، أكثر من فيديو أكو دولمة، شيخ محشي، كنتاكي، كريسبي، يعني هواية فيديوهات كان عندي، كبة، كباب، هواية يعني هاي الأكلات كانت موجودة على طريقتي. هذا كان عشان أسهمكم العافية يا رب. تعالوا هسه نسوي لفة همبرجر تجنن ويا قلاص البيبسي، تحسي روحك قاعدة بالمطعم مو بالبيت أصلا. ليش اللي يسوونه بالمطاعم أطيب من هاي الهمبرجر؟ لا أنا همبرجر أطيب، جايب دجاج. طبعا هاي الهمبرجر كلش طيبة، همبرجر بيت العطار يجنن، سعره 5000 يمكن يصير. هذا احنا جايبين الدجاج، كيفكم انتم تجيبون لحم او دجاج، احنا ناكل دجاج اكثر يعني من اللحم، فاحنا جايبين دجاج نحبه اكثر. مثل ما قلت لكم انتم اذا يعجبكم جيبوا لحم او دجاج عادي. شوفوا هنا ضرغم قاعد يقول صوري لفتي شلون قاعد اسوي لفه. كيان انا مسويت له لفه قاعد ياكل. كيان ما يحب لا طماطه لا بصل لا ليمون، كل شي ماكو، بس بوتيتو وهمبرجر. هنا من بعد ما كملنا العشاء واجا ضرغم كان شوي متاخر عنده شغلات، وجايب بيده هاي الكاهي. ما احكي لكم طعم هاي الكاهي بنات تجنن، يما بالحلويات والمعجنات موجوده. طبعا هو شغله كلش بسيط بس كلش طيب، ما احكي لكم طعمه خرافي، انا حبيته كلش بصراحه. فبما انه انا نقطه ضعفي الحلا، واني كلش احب الحلا ما اقدر استغني عنه، ورا ما خلصت الهمبرجر قلت خله حلي ويا قلاص البيبسي، اكلت لي كاهيه كامله اصلا. هنا من بعد ما خلصنا العشاء وخلصت كل شغلي ورتبت البيت وغسلت مواعين العشاء، قلت خلي اجهز اسوي دولمة انا وياكم. هنا انا غسلت كل المواد وجهزتهم، وغسلت تمن. انا التمن اخبط بصراحة، اخلي نص عنبر مثلا، اذا اسوي قلاص ونص اخلي يعني قلاص تمن بسمتي او نص عنبر هيك، يعني اخبط ويا الحبة الطويلة. وهنا عندي باقلة بالمجمدة طلعته وسلكته. قلت لكم انا الفيديوهات هوايه راح بذاك القناه، انا كل شيء مصوره، تفريز الباقي، الورق عنب، شحت لكم يعني باميه، كل شيء شحط بالمجمده كنت اصوره، بس حرامات الفيديوهات راحن بذاك القناه. هسه هنا مثل ما تشوفون بديت اول شيء نقعت التمن، يعني خليتها على صفحه، وبديت افتح بالبصل والشجار والباذنجان والطماطم باعوا. اني من اسوي دولمه ورق عنب، ان شاء الله مره جايه هم اصور لكم اياه. أنا أخلي بيه بصراحة أحب بس بصل وورق عنب، بس هاي بالدولمة الورق عنب اللي نسويه ناكله ويا لبن وثوم. افتهمتوا؟
اللي غريب عليكم هاي الدولمة طريقة ركمانية. احنا كلش نحب الدولمة البيضة اللي تصير بدون معجون، بدون دبس رمان، بدون اي توابل وبهارات، بس نخلي بيه فلفل اسود. هاي الدولمة تسمى دولمة ركمانية وتصير بالشبنت. بس انا اليوم خليت بيه كل الخضروات، هيك يعني عجبني. بس ان شاء الله المرة الجاية همي لمن اسوي اشوف لكم الطريقة الثانية اللي اني اسوي بيها. بصراحة اكو ناس عادي يعني يخلون كل المواد، فلفل اخضر، بصل، باذنجان، طماطة، بوتيتا، كلها. بس مثل ما قلت لكم اني احبه كلش بس بصل وورق عنب. البصل ليش اخليه؟ بصراحة لو بيدي اسوي بس ورق عنب، بس البصل اخليه لخاطر ابو ضرغام، لان ابو ضرغام وكيان يحبون كلش البصل، وانا وضرغام نحب الورق عنب، قسمين مقسومين. فاخلي البصل الهم واخلي الورق عنب انا وضرغام ناكله. فهي هاي الاصول الاساس الدولمة ورق عنب البيضة، شبنت وليه ولحم وثوم اللي تجنن، بس ينحط لها يعني بصل وورق عنب. بس اما انا اليوم لا، من كيفي يعني ضفت كل الخضروات، هيك عجبني. واللي يحب يسألني هسه يكتبوا لي بالتعليقات، اللي يسألوني مثلا يقولوا ليش عجب ما تخلين بهارات، معجون، دبس رمان. بنات شوفوا احنا التركمان عندنا هاي الدولمة المفضلة عندنا، وهمينا نسوي الحمرة. شوفوا ان شاء الله بالفيديوهات الجاية همينا نسوي لكم الدولمة الحمرة العادية اللي ناكلها مثلكم، يعني نخلي بيه بهارات ومعجون بس بدون دبس رمان. بس الدولمة البيضة عندنا المفضلة. شوفوا واللحم ينثرم باليد، لا مثروم نجيبه ولا يعني بالماكينة نثرمه، لا بيدنا نثرمه اللية واللحم، يعني لحم الغنم الشرح. يعني الدولمة عندنا نوعين، مو بس نوع واحد. الحمرة نسويها مثلا نسوي البيضة، الصفرة، الحمرة عادي. بس المفضلة اللي عند التركمان اللي يحبونه أكثر ويرغبونه البيضة أبو اللبن والثوم. تسوينا بيضة بيشبنت ولية ولحم وتخلي له ثوم شوية، ويعني اللب مال المواد تثرمينه بيه، الله تجنن. وبس فلفل اسود ها، بدون اي اضافات بهارات. يعني الحشوة تكون عبارة عن شبنت، بصل، هاي شغلات المواد، اللب مال البطن الثرمة مال المواد، وشبنت وشوية ثوم وليه. ما احكي لكم خرافية. اكو ناس يخلوا له لبن، يعني ببطن الحشوة لبن يخلون، لا احنا ما نخليه لبن. احنا التركمان بالنسبة او اني بالنسبة لي هاي طريقتي اني. يمكن حكيت هواي على الدولمة ودوختكم وياي، بس اللي اول مرة يشوفون قناتي ويتابعونا واول مرة يشوفون دولمة بيضة هاي الشرح لهم، واللي يعرفوني ومتابعيني من قبل ويعرفون طريقتي بالدولمة او هم تركمان عادي عندهم الكلام اللي حكيته. يعني هسه عرفتوا الشرح المفصل هذا اللي شرحته على الدولمة المنو، للي ما يعرفوني وما متابعيني وما يعرفون التركمان ياكلون هيك دولمة. ان شاء الله ما طولت عليكم بالكلام ودوختكم وكنت خفيفة الظل عليكم وحبيتوا الفيديو. نكمل انا وياكم. هنا مثل ما تشوفون جهز عندي الحشوة، خليت له ماجي، ملح، ليمون دوزي، فلفل اسود. راح اخبطه وابدي الف. اول شي بقاعية الجدرية اخلي بوتيتا، وبعدين اخلي باقله. ليش اخلي البوتيتا؟ انا قبل بصراحة كنت ما اخلي بوتيتا، بس اخلي البوتيتا اخاف يلشع الدولمة، فيلشع البوتيتا بدال الباقله والمواد اللي اخليهن. وهمينه الجهال قاعد يحبون هاي البوتيتا لاخليه حلقات. هنا مثل ما تشوفون خليت البوتيتا وراح اخلي الباقله، ونفس الشيء ارش على الباقله ملح، فلفل اسود، ليمون دوزي، حتى همينه ياخذ نكهه هوايه. ومن بعدها الف البصل والمواد كلها، وبعدين اخر شيء الف الورق عنب واخليه على النار واخلي له قلاص مي. وها هي تقريبا ياخذ من عندنا وقت ساعة ونص إلى ساعة ياخذ من عندنا وقت ويستوي. ومن بعدها سهمكم العافية. هنا ثاني يوم العصر طلعت وخليت له قلاص مي وخليته على النار. بالبداية خليه على نار عالية، بعدين مني يبدو يفور أخليه على نار ناصية وأبدي أهدره. هنا من بعد ما يستوي أطفيه وأخليه شوي يرتاح على ما جهز يعني السفرة والصينية واللبن واللايلون. وها هي لهنا أنا أحب أقولكم وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب عجبكم الفيديو وحبيتوا. لا تنسون تخلوا لي لايك واشتراك إذا ما مشتركين بالقناة. بالنهاية أنا أحب أقولكم أنا أحبكم كلش هواية، وانتظرونا فيديو جديد ويوم جديد، ومع ألف سلامة. باي باي.